هي ليه الدولة مهتمة جدا بإنشاء الطرق والكباري وإصلاح البنية التحتية؟ طب وده هيعود علينا بإيه أصلا؟ شهدت مصر خلال ال8 سنوات اللي فاتت طفرة غير مسبوقة وتطورات لا تعد ولا تحصى في عدد كبير من المجالات، وكانت من أهم المجالات اللي ركزت عليها الدولة هي مشروعات الطرق والبنية التحتية، وكانت عامل مهم جدا في تفادي أزمات كانت ممكن تدمر القاهرة والمحافظات التانية ومدن رئيسية معروفة ومهمة كمان، وكانت هتتسبب في أزمة مرورية كبيرة جدا. ومن غير المشروعات دي واللي تعتبر أداة أساسية لزيادة الاستثمار في مصر كنا فعلا هنعاني من أكتر من مشكلة، وده لأهمية المشروع القومي للطرق، وده من أول الوعود اللي وعدها لنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي 22 يونيو سنة 2014 قررت الدولة وقتها في تنمية البنية التحتية وتطوير ما يصل ل 5000 كيلومتر في مناطق كتيرة ومتفرقة، وبتمثل أكتر من 20% من إجمالي الطرق في مصر، وباستثمارات وصلت ل 36 مليار جنيه. واشتمل كمان المشروع القومي على إنشاء مدن عمرانية، ودي بتكون جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة، وقادرة كمان على استيعاب زيادة سكانية وتوفير من 23% ل 27% من أزمة الرحلات داخل جمهورية مصر العربية. ده غير تطوير 23 ألف كيلومتر طولي من الطرق الرئيسية اللي بتربط المحافظات والمناطق الرئيسية في مصر، زي طريق السويس وسعد الدين الشاذلي وغيرهم. ومن ضمن الطرق اللي تم تطويرها وتنفيذ مشروع التطوير فيها طريق الواحات بطول 7 كيلومتر، ومشروع ازدواج طريق الواحات بطول 36 كيلومتر، وتنفيذ كوبري علوي بينقل حركة المرور من طريق الواحات لغرب المطار، وكمان طريق بطول 35 كيلومتر بيبدأ من منطقة غرب المطار لحد الدائري الأوسط. وشهدت كمان مدينة بدر تنفيذ أعمال الطرق لخدمة المشروعات زي هايبر وان والمدينة الطبية ومنطقة الجامعات، بالإضافة لمشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري. واستهدفت خطة التطوير دي توسيع الطرق في الاتجاه الواحد من 7 أمتار ل 11 متر ونص لتسهيل وتحقيق السيولة المرورية.